كنتبع ل NBA من 2000 من ايامات الشرطات الواسعين ديال كوبي والتريبيت ديال لوس انجلوس ليكرز مع شاكيل اونيل. شفت بعينيا دمالس ات ذا بالاس والمدابزه ما بين انديانا بيسرز وديترويت بيستنز. ليبرون جيمس الديسيجنز اللي بدلات كلشي والمشي ديالو الميامي هيت. ذا 3 بوينت ريفولوشن ديال جولدن ستيت واريورز مع ستيفن كوري. البلوك باستر و 3-1 كامباك ديال كليفلاند كافالييرز. شفت الباسكيت في الكوفيد مع ذا اورلاندو بابل. ليبرون جيمس فات كريم وذا نيو جينيريشن ديال الستارز بحال شي جوليوس الكساندر. هاد شانيل غادي تريت ال NBA بالدارجه. كيو دي انترو. 3 seconds, 2 left to go from midcourt. He hits it! I think that was a smile too. داكشي اللي شفنا في يونيو 2026 ما كانش غير نهايه جفاف للبطوله دام 53 عام ديال نيويورك نيكس، وما كانش غير جايلن برانسون اللي رجع اسطوره في نيويورك بحال ويليس ريد ملي ماركا 45 نقطه في الماتش الخامس في التيران ديال سبيرز. ال NBA Finals 2026 بين النيكس والسان أنطونيو سبيرز كان زلزال حقيقي بدل الهولدينغ والكومبوزيشن ديال الليغ كامله. فكر فيها مزيان. شفنا النيكس داروا ريمونتادا تاريخيه ب 27 نقطه في الماتش الرابع، اكبر ريمونتادا في التاريخ ديال الفينال. وشفنا دري عنده 22 عام اللي هو فيكتور ومبانياما دي الين الاكسترا تيرستر الفرنسي تيرون التكتيك الدفاعي كامل، وفي الوقت اللي واحد الروكي اللي هو ستيفن كاسل كان كيسير اللعب بحال شي بروفيسيونيل حتى ديران فوكس. ولكن دابا ملي برد الصداع وتفضوا المكاتب والمسيرين ديال الفرق كاملين دخلهم الرعب. الطريقه باش هاد الجوج ديال الفرق تبناو والطريقه باش تلعبات هاد السيريز ديال 5 د الماتشات بدلات الخطه ديال الرباح كليا. اذا كانت الفرقه المفضله عندك باقا كتبني السكواد بالطريقه القديمه راه خسروا من دابا. اليوم غنشرحوا بالتفاصيل كيفاش الفينال ديال النيكس والسبيرز غير الصفقات وبناء الفرق وطريقه لعب كره السله الامريكيه. نبداو بالبطل. سنوات طويله الام بي كانت مريضه بالسوبر تيمز، يعني يجيب 3 ديال النجوم كبار وعطاهم ماكس كونترا وعمر الباقي باللاعب الرخاص. شفنا هادشي في الام بي كلاسيكيه بحال هيوستن راكيتس، سياتل سوبر سونيكس، اليوتا جاز، نيويورك نيكس وشيكاغو بولز. شفنا هادشي في الام بي الحديثه ببوستون سيلتيكس، لوس انجلوس ليكرز، الروكيتس، الميامي هيتس، الواريورز، كليفلاند كافالييرز والبروكلين نيتس. ولكن النيكس جاو قتلوا هاد الفكره رسميا. عندهم جيلين برانسون اللي ولا كيتعتبر من الاساطير، وداروا تريد وجابوا كارل انتوني تاونز باش يضمنوا واحد شويه ديال الفيرتيكاليتي في اللعب. ولكن الموتور الحقيقي ديال هذه الفرقه هو مايكل بريدجز او جي انوبي وجوش هارت. بالقوانين القاصحه الجديده ديال السي بي اي اللي هي اتفاقيه ديال اللعابه والان بي اي وداكشي ديال السكند ايبرن، رجع من المستحيل تجمع 3 ديال الكونترا كبار بلا ما تدمر الدكه ديالك. النيكس وراو البطوله كامله تغرق. جيب 3 ديال اللعابات ديال الوينغز ديال الاجنحه اللي كيموتوا على التيران مطورين وما كيهمهمش الارقام الشخصيه ديالهم. النيكس كان عندهم روتيشن خياليه ديال اللعابه، يقدروا يدافعوا من البوزيشن 1 حتى ل4، يماركيو 3 بوينت من الكورنر ويتقاتلوا على الكره. هادشي اللي عيا سبيرز الصغار حيت كانت ناقصاهم شويه ديال الخبره. اوجي انوبي كان هو الطوب في الوينشار ديال البلاي اللي سلطات الضوء على الخدمه ديال الظل اللي كيدير. في الجهه الاخرى كاين سان أنطونيو سبيرز، واخا خسروا 5 ديال الماتشات وراو العالم بلي المستقبل ديال كره السله ديال العمالقه اللي كيلعبوا في كاع المراكز. فيكتور ومبانياما رجع من اللعابه القلال في التاريخ اللي جابوا الاول ان بي اي فيرست تيم ووصلوا للفينال وعمرهم يلاه 22 عام. ويمبي دار ارقام خياليه وكان هو الاول في الريباوند في البلاي اوفز، في الوقت اللي ستيفن كاسل بلين بانه صانع العاب من الطراز الرافع. ولكن هاد السيريز ولات المدراء العامين باللي السنتر التقليدي الثقيل ما بقاش ليه بلاصه. ملي سبيرز كانوا في الطوب ديالهم في الماتش الثالث في الماديسون سكوير جاردن، ومبانياما رون الدفاع ديال النيكس كامل حيت كيبزز على السنتر ديال الخصم انه يخرج يدافع على الخط ديال 3 نقاط، وهذا الشيء كيخوي السله لديرون فوكس وديفن فاسو باش يخترقوا بسهوله. وفي الدفاع الوقفه ديالو كتخلي اللعابه يخافوا بيدخلوا لداخل. كيفاش غيتبدل اللعب؟ الان بي اي دابا كامله داخله في سباق باش يلقاو الطول اللي كيتحرك خفيف، ما يبقاش يقدك داك الدفاع ديال الدروب كفرج ضد الهجوم العصري. وفي نفس الوقت ما تقدرش تحمي السله الا كان السنتر ديالك مجرور ديما برا.
الفرق غيبداو يقلبوا ويختاروا في الدرافتات على اللعابات العمالقه اللي هما اليونيكورنز، ولا على الاقل السنتر الخفيف بزاف في السويتش. الا السنتر ديالك ما كيماركيش برا وما كيعرفش يدافع في البريمتر، كنظن ما غيلعب حتى شي دقيقه في البلاي اوف العام الجاي. كاين واحد التغيير نفسي كبير خرج من هذا الفينال. النيكس رجعوا اول فرقه في التاريخ ديال الام بي اي اللي كيربحوا الام بي اي كاب في ديسمبر والام بي اي فاينلز في يونيو. في العامين اللي فاتوا المنتقدين كانوا كيقولوا على ان هاد التورنوا وسط العام غير بروتوكول وزواق، اللعابه الكبار كانوا كيرتاحوا والجمهور كان كيتساءل واش هادشي عنده شي قيمه. ولكن النيكس والسبيرز لعبوا الفينال ديال الام بي اي كاب في ديسمبر وعاودوا تلاقاو في الفينال الحقيقي ديال الام بي اي. هادشي كيبين جوج ديال الحوايج. اولا هذوك الماتشات ديال ديسمبر اللي فيهم الضغط كيوجدوا اللعابه الشباب والفرق الجدد على الماتشات ديال يونيو. ثانيا المكاتب ديال الفرق ما يبقاوش يشوفوا الموسم المنتظم زعما الريغولار سيزون باش غير كمسخين للماتشات ديال البلاي اوفز. القرارات المسيرين في المستقبل كنتوقع ان الفرق غينساو شي حاجه سميتها اللود مانجمنت باش يريحوا النجوم في النص الاول ديال العام. الرباح بكري كيبني الشخصيه ديال الفريق، والجي امز غيستعملوا الام بي اي كاب كامتحان. اذا الفرق ما بانتش في ديسمبر، المدير العام غادي يدير التغييرات ديالو في جونفي وما غاديش يساين حتى التريد ديدلاين في فبراير. الماتشات العاديه رجعت ليها الهيبه ديالها. شكرا حيت تفرجتي حتى لهنايا. كان هذا هو اول ابيزود ديال ام بي اي مغربيه. سير على الله حتى الفيديو الجاي.